السلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه طرونش باتيسري. هاد الوصفه بزاف بنينه بواحد الكيكه او الجينواز خفيفه بزاف، واحد الكريمه من اروع ما يكون، يعني بنه عالميه. نتمنى تجربوا الوصفه وتنال اعجابكم. نخليكم الان مع المقادير وطريقه التحضير، مشاهده ممتعه للجميع، ونبداو الوصفه بالصلاه والسلام على رسول الله عليه افضل الصلوات. اول حاجه راح نحضروا كريمه الباتيسير. في كاسرونه درت 2 مغارف كبار تاع المايزينا اللي هي النشاء، ندير عليها كاس تاع حليب عادي، حجم 2 كيسان عفوا تاع حليب عادي، حجم الكاس 220 مليلتر. بعد راح نضيف واحد الخمس مغارف كبار تاع السكر. اللي ما تحبهاش حلوه بزاف دير 3 مغارف فقط. انا درت هنا 5 مغارف كبار تاع السكر. حبة تاع البيض ورايحة نخلطهم بارد في بارد، من بعد نديهم على نار تكون قليلة رايحة للمتوسط. يعني ما طيبوش هاد الكريمة على نار قوية، كان طيبوها على نار قوية رايحين بعد تلقاو فيها ريحة تاع البيض والمايزينا. طيبوها على نار تكون قليلة رايحة للمتوسط. نبقى نحرك مليح حتى تولي الكريمة تاعي عاقدة وثقيلة، دائما مع التحريك المستمر. وهنا شوفوا الكريمه تاعي يعني راهي تقالت. نحرك مليح. بعد ما طفيت عليها درت لها مغرف صغيره تاع لافاني ومغرف كبيره تاع المارغرين، نخلطها مليح. فوالا، يعني دخلوا هذيك لافاني والمارغرين مليح ونحركوها هكذا باش تنحلها هذيك السخانه اللي بزاف. هنا راح نديرها في مول ونغطيها بابي في سيلوفان ونديرها في المجمد تبرد. خلوها تبرد مليح البنات. كما قلت لكم غطوها، يعني هذاك بابي سيلوفان لازم يقيس الكريمه تاعكم. فوالا، نديرها في المجمد. نجي نحضر الكيكه او الجينواز. في ان بول دير 6 حبات نتاع البيض بدرجه حراره المطبخ، رشه تاع الملح، نص كاس تاع السكر العادي. نجيب الخلاط الكهربائي ونخلطهم مليح. هنا اللي ما عندهاش الخلاط الكهربائي عاد متخلط عادي، تخلط غير بالفوي. بعد ما خلطت مليح راح نضيف ايضا نص كاس تاع الزيت بنفس الكاس اللي كيلت به السكر، نضيفه دفعه واحده ونخلط مليح. نزيد نص كاس تاع حليب. نتوقف الان. ندير مغرف صغيره تاع لافاني، نتوقف من الخلاط الكهربائي ونبدا نضيف الفارينه. درت كاس ونص تاع الفارينه ونص كاس تاع المايزينا اللي هي النشاء. هاد المايزينا البنات هي اللي رايحه تعطي للكيكه تاعكم خفه وهشاشه من اروع ما يكون. درت هنا كيس خميره الحلويات وزن الكيس 10 غرام. نخلط مليح، يعني ندخل هذه الفارينه والنشا والخميره جيدا. من بعد رايحه نجيب السنيوه او المول اللي راح ندخله للفرن. راح نخلي لكم المقاسات نتاعو في صندوق الوصف. المقاس تاعو 35 على 40. تقدروا تخدموا يعني في مقاس اقل 35 على 30 او 35 على 35.
انا يعني شويه المول تاعي كبير كما قلت لكم 35 على 40. درت له بابي دو كويسون، فرغت الخليط، راح نسويه جيدا. شوفوا يعني القوام تاع الخليط خفيف بزاف. ندخلو للفرن على 160 درجه، نحسو يعني الكيكه تاعنا راح تطيب بالخف. نشعلوا عليه من تحت غير ما نشوفوها طابت، يعني الحواف طابوا. نعاود نشعل عليها من فوق. تقدروا انكم تطيبوها غير من تحت، يعني تخلوها غير من تحت وريحه تنشف لكم من فوق. ندخلها الفرن. هنا بعد ما طيبت الكيكه تاعي او الجينواز تاعي رايحه نعاود نقلبها في الصنيوه بهذه الطريقه. نحي لها بابي دو كويسون ونجي نشرب هاد الجينواز بكاس تاع حليب عادي ما يكونش فيه السكر، بدون سكر. تقدروا تشربوها بالسيرون، يعني تحضروا السيرون. فوالا انا ما نحبش لي طرونش تاعي يجيو مشربين بزاف. اللي تحبهم مشربين بزاف دير كاس ونص تاع الحليب. نخلي الجينواز جانبا تشرب هذاك الحليب، وجيت نحضر كريمه الشانتي. درت كاس ونص تاع كريمه عفوا بودره الشانتي كما شفتوني، وكاس وربع تاع حليب يكون بارد كما شفتوا. انا الحليب تاعي تقريبا راهو جامد. كاس ونص تاع بودره الشانتي مع كاس وربع تاع حليب. جبت الخلاط الكهربائي او الباتور وراح نطلع الكريمه كما شفتوها. هاي لكم الكريمه اللي راح تحطوا عليها، تكون كريمه ماشي خفيفه بزاف وماشي ثقيله. وضعتها جانبا، وعاود جبت كريمه باتيسير اللي كنت وضعتها في المجمد تبرد. بعد ما بردت لي درتها في امبول. راح ندير عليها مغرف صغيره تاع عطر الكراميل. نجيب الخلاط وراح نضربها واحد 2 دقائق حتى تولي عندنا كريمه ليس. ضروري انكم تخلطوا الكريمه تاعكم هكذا باش تجيكم بزاف بنينه وتجيكم خفيفه ايضا. نتوقف الان ونجيب الجينواز تاعي وندير عليها هاد الكريمه اللي هي كريمه باتيسير. ندير كامل الكميه اللي عندي ونديرها على الوجه، يعني نسويها جيدا على نفس السمك. واحد البنه تاع هاد لي طرونش روعه. نسويها شويه بهاد الاذات. يعني سقموها مليح. بعد ما سقمتها راح ندير كريمه الشانتي من فوق. يعني خلوها ساعه تبرد شويه، دخلوها للمجمد تبرد لكم شويه كريمه باتيسير، من بعد ديروا عليها كريمه الشانتي. فوالا نسوي الكريمه مليح على كامل الوجه. ديروا طبقه تكون مليحه، يعني خلوا غير شويه باش تزينوا لي طرونش تاعكم في الاخير. كما قلت لكم قبل ما توضعوا كريمه شانتي لازم توضعوا تخلوا الكريمه كريمه باتيسير تبرد شويه
هكذا باش كي توضعوا الكريمه تخدموها بكل سهوله. وضعتها تبرد في الثلاجه. وجيت هنايا نحضر ديكوجال راح نزينو به في الاخير. درت كاس تاع سكر مع كاس تاع الماء، مغرف كبيره تاع المايزينا، ومغرف او نص مغرف كبيره تاع عطر الكراميل. حركتهم مليح ومن بعد ديتهم على النار تكون متوسطه، نطيبهم مليح عادي كيما نطيبوا الكريمه مع التحريك المستمر. هنا اللي تحب تكون معطره او منكهه بزاف بعطر الكراميل دير مغرف كبيره، انا درت غير نص مغرف كبيره. بعد ما تشوفوا السيرو هذا تاعكم بدا يتقال طفوا عليه وديروا له مغرف كبيره تاع المارغرين وخلوه يبرد شويه يعني يدفى. فوالا نجي هنايا نفرغوا فوق الطرونش تاعنا. فوالا ما نستعملوش هنايا المغرف غير بهاد الطريقه يعني وسقموه غير بشويه. نعاود ندخلها للثلاجه تبرد شويه ونرجع نقسمها معكم. هنايا بعد ما تمسكت لي غير شويه جيت نقسمها. انا هنايا خرجت لي 24 قطعه كما قلت لكم. المول تاعي راهو كبير 35 على 40. هنقسم هاد لي طرونش الى 24 قطعه. نزينهم هنايا بلوريدات بهذيك الكريمه اللي كنت درتها في امبوش. التزيين يبقى اختياري. من بعد هنايا درت قطرات من صوص الكراميل. تقدروا ديروا شويه تاع شوكولا كما قلت لكم تزيين يبقى اختياري. بعد راح نجيب لكم حبه تشوفوها كيفاش جات عن قرب. شوفوا يا البنات والله جات من اروع ما يكون. اتمنى تجربوها وتنال اعجابكم. كانت هذه الوصفه تاعنا لنهار اليوم. انا الان ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم والى الملتقى ان شاء الله مع وصفات اخرى.